كنت ماشي مع واحد صاحبي ربنا يهديه ويصلح حاله، قال لي على كل الحاجات الحرام اللي هو عاملها، كان بيعترف لي بيها. بس المهم بعد ما حكى لي كل حاجه، على فكرة انت مش عايش يا حمو عادي. ساعتها انا ما عرفتش ارد، فضلت ساكت وابتسمت بس، لان للاسف تفكيره الخاطئ بيبين له الحاجات الحرام دي هي دي المتعه وهي دي الحياه اللي بجد بالنسبه لتفكيره. معنى كده ان انت لو قربت من ربنا مش هتفرح بحياتك ولا هتعيش حياتك زي ما الناس عايشاها. دلوقتي لقيت رد مناسب، واللي هو الحلاوه اللي انا بحس بيها انت مش هتحس بيها، لان هي في القرب من ربنا. هتقول لي طب ايه المتعه في الصلاه والصوم وكده؟ هي دي بقى النقطه، لما تيجي تقرب من ربنا وانت بعقليه ها يلا عايز افرح، ها يلا فين المتعه اللي هتعوضني عن متعه الحاجات الحرام؟ ها فين؟ لو قعدت تقول ها فين مش هتوصل لها. انما لما تيقن بقلبك وبكل حواسك ان ما دام انا على الطريق الصح انا مبسوط وراضي عن نفسي، ساعتها هتبدا تحس بالمتعه اللي انا بقول لك عليها. عشان كده ما عرفتش اشرحها، لان هي شرحها مش موجود، هي حاجه تتحس لما توصل لنقطه معينه فيها. وبس كده احنا زي الفل الحمد لله.